احلى مغامرة عملتها في حياتي واحلى مغامرة ممكن تعملوها في حياتكم كلها. عمري ما كنت اتخيل ان فيتنام بالجمال ده. الجبال اللي حوالينا يا جماعة المنظر بتاعها وهمي. طبعا احنا حرفيا دلوقتي وسط السحاب، السحاب ورايا والله العظيم احنا جوه سحابة دلوقتي. حلقة هاجان او الاسم المشهورة بيه في فيتنام هاجان لوب، مغامرة برية بالموتوسيكلات لحد ما بتوصلوا بالموتوسيكلات بتاعتكم حدود الصين. بنقطع فيها تقريبا من 500 ل 600 كيلو بالموتوسيكلات بتاعتنا، وبنعدي فيها على اجمل الاماكن اللي ممكن تزوروها في شمال فيتنام كلها. هنركب واحدة من المراكب الصغيرة اللي موجودة هناك دي. مش متوقع ان شمال فيتنام هيبقى احلى حتة اشوف منها مناظر طبيعية في جنوب شرق اسيا كلها. احنا ما ينفعش نعدي النقطة دي كده، خلاص دي آخر نقطة، وهنا الحدود حرفيا وهناك الصين. يلا يلا على قد ما الرحلة دي جميلة على قد ما هي خطر جدا. أي غلطة مع السلامة. كان خطر جدا جدا. المدخل هنخش بقى نستكشف وسط الجبال. احنا بجد وسط الجبال. الإحصائيات بتقول إن من كل 1000 بني آدم بيعملوا المغامرة دي 8 منهم بيتوفوا، وده لصعوبة وخطورة الطريق، وللمغامرة نفسها معمولة بموتوسيكلات في طرق صعبة جدا. الفيديو ده كان ممكن يتقسم على 3 أيام، بس أنا قررت ما ازهقكوش وأوريكم التجربة كاملة بتاعت ال3 أيام كاملين في فيديو واحد، وأوعدكم بنسبة 100% إن انتوا هتتفرجوا على أماكن كنتوش تتخيلوا إن هي موجودة على الكوكب بتاعنا. فاستعدوا عشان نبدأ الفيديو، عشان بجد الفيديو ده مش هيكون عادي. ولو بتتفرجوا عليا لاول مره ومش عارفين انا مين، انا عبد الرحمن علي، وانا بعمل فيديوهات عن السفر من كل حته في العالم. فلو مهتمين بمحتوى اللي علاقه بالسفر ما تنسوش تشتركوا في القناه، ادونا 1 لايك ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. صباح الخير يا جماعة. النهاردة المغامرة الأساسية بتاعت فيتنام. شايفين يا جماعة كمية الموتوسيكلات اللي قدامنا دي؟ احنا النهاردة موجودين يا جماعة في مدينة صغيرة جدا زي ما انتم شايفين، الدنيا فاضية قوي هنا. مدينة اسمها هاجان موجودة في شمال فيتنام. السبب الوحيد اللي الناس بتيجي المدينة دي هو علشان تعمل التور بتاعت الموتوسيكل اللي هي مدتها حوالي 3-4 أيام، وبنعدي فيها 500 كيلو بالموتوسيكلات. خليني بقى اروح اختار الخوذة بتاعتي ونبدأ اليوم ده مع بعض. بصوا يا جماعة الخوذ عامله ازاي، كلها بيكاتشو بتاع، والصراحه انا بحب الحاجات دي، فانا هختار واحده. ممكن ناخد بقى اللي هي ايه اللي اسمه ايه اللي بعدسات كمان، عشان ايه الرمله ما تخشش في عينينا، فيها دماغ الانتنه بتاعت بيكاتشو، فناخد دي وهيا بينا. بدأنا يا جماعة نتحرك، وحاليا احنا بنعمل ايه بقى؟ انا والشاب ده المفروض ان بنعمل حاجه اسمها سكاوتنج. المفروض ان احنا بنطلع قدام بالموتوسيكل بتاعنا علشان في ناس بتسوق معانا من غير رخصه. انا الصراحه معيش رخصه موتوسيكل، فقلت ان انا مش هسوق الصراحه، علشان مش عايز اتحط في موقف ان انا ادفع غرامه كبيره قوي، والغرامات هنا بتوصل ل $120 و$150. فقلت لا، انا الاحسن اخد حد ايزي درايفر هاي وما احطش نفسي في الموقف ده. فخدنا الايزي درايفر بتاعنا وهننطلق. المفروض ان احنا بنسكاوت دلوقتي. الايزي درايفر الوظيفه بتاع يعني الشخص اللي معايا ده من الوظائف بتاعته ان هو بيسكاوت للناس اللي ورا، علشان نشوف كده الطريق فيه بوليس ولا لا من الاخر يعني. انا استمتع مع بعض بالطريق، وهنكون احنا اول ناس في الطريق، فهنشوف فيو رهيب يا جماعه. كنا بنشوف دلوقتي فيه بوليس هنا ولا لا، بس مفيش الحمد لله. فهنكمل الطريق بتاعنا، بس مستنيين باقي الجروب يعني. الشباب بيستعدوا يا جماعه يحطوا بنزين علشان الرحله اللي هننطلقها النهارده. المفروض النهارده هنعدي حوالي 120 كيلو من ال 500 اللي احنا المفروض نعديهم في الطريق. الرحله بتاعتنا بقى هتبقى طويله قوي يا جماعه. هنعيش مع بعض التجربه كامله لمده 3 ايام. هوريكم كل حاجه في المغامره الخطيره اللي احنا داخلين عليها دلوقتي دي. ربنا يستر علينا ان شاء الله وتعدي على خير. خلينا نبدا المغامره بتاعتنا، يلا بينا نحط بنزين وننطلق على اول مكان، او اخدكم كمان تتفرجوا على الطريق عشان الطريق المفروض ان هو رهيب. I'm glad we're okay. الطريق يا جماعه سكتشي جدا بجد، يعني فعلا رخم قوي. بصوا الطريق نفسه، بصوا عامل ازاي. يلا
احنا يا جماعه عند الشلال اللي ورانا ده نتفرج عليه. بصوا يا جماعه وسط الطريق، يعني ده الطريق احنا جايين من هنا، ركننا هناك وده شلال في نص الطريق كده، بنعدي من جنبه عادي جدا، بس قلنا نقف نتصور عنده ونتفرج عليه. طبيعه يا جماعه في فيتنام مش طبيعيه، طبيعه بجد رهيبه يا جماعه. الجبال الرهيبه اللي قدامنا دي، ايه اللاندسكيب ده، منظر الصراحه يا جماعه وهمي 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 بجد. لا 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 مش ممكن الجمال في فيتنام. وده يعتبر احنا مش شفناش حاجه لسه، برضو زي ما بقول لكم كده يعتبر احنا لسه مش شفناش حاجه. اللي جاي يا جماعه رهيب رهيب رهيب. خلصنا يا جماعه فرجه على الشلال وهنتحرك دلوقتي انا ولوان. يلا بينا. ايتوي 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 ايتوي. ايتوي ايتوي. واخيرا يا جماعه وبعد تقريبا 3 ساعات من المشي في الطريق، كنا بنقف نريح شويه صغيرين في النص، كل شويه مثلا كل نص ساعه كنا بنريح. وصلنا للمكان اللي هنقعد فيه وهناخد الغدا بتاعنا. احلى حاجه في الرحله دي الصراحه ان هي اول انكلوسيف، اللي هو انت بتدفع المبلغ في الاول وبعد كده بقى هم بيتحملوا الاكل والبنزين وكل حاجه والمكان اللي هتنام فيه وكل حاجه. اتمنى المكان اللي هننام فيه يبقى لطيف او نسبيا ادمي، لان انا ما شفتش الصراحه المكان اللي هننام فيه عامل ازاي، ولكن حجزت على طول. المفروض ان احنا الترابيزه بتاعتنا جوه كده، هنخش بقى نقعد عليها نشوف الاكل هينزله لنا. المفروض ان هو تراديشنال فود او اكل شعبي، هنقعد ناكله كلنا على الترابيزه دي. خلينا نروح كده نشوف المنظر عامل ازاي. You got it? No, Dude, your eyes are red. Bro, you have red eyes. Already, that was bad. حاجة اسمها بونج يا جماعة، مش عارف ده ايه الصراحة. خلصنا غدا يا جماعة، بعد كده الجروب كله بقى ايه مريح في الهاموكس دي، بس كلنا ميتين على الهاموكس او المراجيح اللي احنا قاعدين بنتمرجح عليها دي، قاعدين بنريح شويه. الصراحه الموضوع ممكن يبقى متعب شويه لو فضلنا قاعدين على ظهر الموتوسيكل فترات طويله كده، تلاقوا ظهركم وجعكم شويه. فهنقعد نريح هنا حبه كده لحد بقى ما ننطلق على المكان بقى اللي هنزوره. اول مكان هنزوره النهارده وهو الكهف. يلا بينا بقى ننطلق، هنريح شويه هنا وبعد كده ننطلق على هناك. اتحركنا يا جماعه رايحين الكهف ده. في عنف في الموضوع. بصوا الجمال يا جماعه والله مش ممكن. على حافة الجبل، اي غلطة مع السلامة بجد. يعني بصوا مفيش هنا اي نوع من انواع الحواجز ولا اي حاجة خالص. الغلطة هنا فوق بجد، يعني الغلطة هنا مفيهاش هزار. فربنا يستر ان شاء الله نعدي على خير. الناس بتبقى المفروض مخلية بالها جامد قوي وهي سايقة. هنا في حواجز، قبل كده ما كانش فيه حواجز، ولكن قدام كمان مش هنلاقي حواجز. يعني زي ما انتم شايفين كده الحواجز اتفتحت وبقينا ايه في الطراوه خالص بقى، ما فيش اي حاجه
ولكن بصوا يا جماعه، بصوا الجبال الخضراء اللي موجوده هناك، منظر والله العظيم مش طبيعي. سبحان الله يا رب، سبحان الله فعلا. وبنتمشى بقى وسط الادغال والمناظر الطبيعيه يا جماعه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي مش طبيعيه. وصلنا يا جماعه للمكان بتاع الكهف، سيبنا الموتوسيكلات تحت. هي المفروض ان هي هايك مدتها حوالي تلت ساعه تقريبا او 25 دقيقه. هنمشي في الادغال دي وهنتسلق شويه، يعني نسبيا المنظر رهيب. في هنا شويه ذره لو شايفين، بصوا يا جماعه كل دي مزارع ذره في كل حته. ماشيين جنبها هنتسلق شويه حوالي تلت ساعه عشان نوصل للكهف اللي هنزوره النهارده. بصوا يا جماعه المناظر، ده الوادي اللي احنا معديين من جنبه كده عادي جدا، واحنا بنتمشى وبنهايك من هنا. ايه المنظر ده؟ ايه ده بجد؟ بنهايك من هنا عشان نوصل للكهف. ده التريل يا جماعه اللي احنا ماشيينه، يعني هو مكمل على طول. شايفين لو كده لو عملنا زوم هنلاقي في ناس موجوده هناك كده. ده الباقي بتاع التريل ولسه مكمل حوالين الجبل. هم حوالي كيلو ونص تقريبا، يعني هنتمشاهم في تقريبا 25 دقيقة، نص ساعة، حاجة في الرينج ده. بس الموضوع بيبقى أبطأ شوية على الجبال معظم الوقت. خليني أوريكم الدنيا عاملة إزاي لحد ما نوصل لهناك. الدنيا ابتدت تمطر، لبست الجاكيت ولبست الشنطة كمان، بس عشان ما نتبلش يعني، مش ناقصة خالص الصراحة. أخيرا يا جماعة وصلنا الكهف. ده المدخل، هنخش بقى نستكشف بالنور اللي معانا ده، نقدر نبص على حتت مختلفة في الكهف ده. يلا بينا نستكشف. حاجة ما توقعتهاش هي ان الكهف يبقى برد. كهف برد جدا، مش جدا يعني ولكن برد. هننزل بقى الطريق ده، خلينا نشوف كده الدنيا عاملة ازاي جوه هنا. الدنيا ضيقة والأرض مية ومزحلقة. ده كأنه المدخل يا جماعة. بنلف من هنا الأول. مغامرة استكشافية جوه أعماق هذا الكهف. خلينا نشوف كده الدنيا هنا فيها ايه. عامل زي مغارة جعيتة أو كهف الجغرة رحناه في مصر، أو مغارة جعيتة في لبنان، ولكن ده أكبر بكتير جدا وفي مكان نائي بطريقة مش طبيعية. لا جميل جميل الصراحة. في خفافيش بتطير هنا يا جماعة. كان في خفاش في الحتة اللي أنا منور فيها هناك دي، أهو كمية بقى الخفافيش اللي فوق. بصوا يا جماعة أنا منور على خفافيش دلوقتي. بس يا جماعة الطريق نسبيا مسدود. واحدة من دول لازم ننزل تحتيها على آخر. الحمد لله محصلش حاجة. أمان. الكهف كبير قوي يا جماعة. الكهف يمكن أكبر طبعا من كهف الجارة، أظن أكبر برضو من مغارة جعيتة في لبنان، ولكن مغارة جعيتة في جزء منها مش مستكشف أو مش متاح للسياح يعتبر، ولكن هنا دي تعتبر كبيرة جدا 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 ككهف من النوع ده.
خلصنا يا جماعه المغامره بتاعتنا جوه الكهف. دلوقتي هننزل تاني نفس الطريق. بصوا على الفيو، بصوا الفيو من فوق عامل ازاي. ايه ده؟ ايه بقى المنظر اللي قدامنا ده؟ خيال يا جماعه، خيال 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 بجد. دلوقتي هننزل بقى نفس الطريق، مش عارف بقى هنروح على مكان تاني النهارده ولا هننطلق على المكان اللي هنبات فيه. خليكم معانا، يلا بينا. They're all very beautiful. الدنيا ممطرة لسه. نازلين بقى يا جماعة في الجمال اللي قدامنا ده. طريق الرجوع يا جماعة، ده طريق الرجوع، حاجة في قمة الجمال سبحان الله. طريق جميل جدا وسط حقول الذرة زي ما انتم شايفين. هنا ذرة، اوبا خدناش بالنا من السلم ده، كنا هنطير دلوقتي. في حقول ذرة تحت وفي كل حتة الجبال اللي حوالينا يا جماعة، المنظر بتاعها وهمي. دلوقتي احنا المفروض راجعين في الطريق. الجزء اللي احنا عملنا له هايكنج ده هنرجعه تاني ان شاء الله، وبعد كده هننطلق هناخد الموتوسيكلات بتاعتنا، وتقريبا احتمال نروح مكان تاني او هننطلق على المكان اللي هنبات فيه. عايز برضه اوريكم المكان اللي هنبات فيه شكله هيكون عامل ازاي، وهناكل ايه هناك، والدنيا هناك هتبقى مهيئه ازاي. انا عايز اخدكم معايا في الرحله دي كامله متكامله بتاعه هاجن لوب او اخطر لوب بيتعمل في فيتنام. اللوب ده ناس كتيره قوي ماتت وهي بتعمله، علشان كده هو يعتبر من الحاجات الخطره اللي ممكن تتعمل هنا. غير كده البوليس بقى مركز قوي في الجزء بتاع هاجن لوب ده، يعني ممكن تسوقوا موتوسيكلات في فيتنام يعتبر في معظم الحتت من غير رخصه او كده، ولكن في هاجن لوب بيبقى فيه تشيك بوينتس كتيره قوي قوي قوي، لدرجه ان هم بقوا بيبعتوا سكاوتس، يعني بقوا بيبعتوا زي ناس كده في اول الجروب كلهم من فيتنام، بيبعتوا خلوهم يمشوا حتت طويله في الطريق علشان يشوفوا هل في لجان في الطريق ولا لا. وساعات البوليس نفسه بيبقى مستخبي عشان يقفش الناس. فالموضوع مش مستاهل خالص الصراحه. حسيت ان انا لو خدت موتوسيكل مش هحس ان انا مستمتع بالاكسبيرينس على قد ما انا متوتر، هل انا هتمسك ولا لا، ولو اتمسكت هدفع كام. في ناس دفعت اعرفها في رينج ال $120 و$150، في ناس تانية دفعت 30، في ناس تانية دفعت 40 على حسب. بس انا حاسس الموضوع مش مستاهل خالص، فعشان كده قلت ما بدهاش هاخد الايزي رايدر او هخلي حد يسوق لي الموتوسيكل وانا هقعد ورا استمتع بالطريق، اصور وما يبقاش عندي التوتر ده وانا سايق، لان بيخلي الاكسبيرينس نفسها مش لطيفه. رغينا كتير انا عارف، خلينا نكمل بقى الرحله بتاعتنا. كنت حابب بس اشرح لكم شويه عن هاجن لوب شويه. دلوقتي احنا لسه في اول يوم، يلا بينا نكمل اليوم بتاعنا. قبل ما نتحرك استعدينا بقى، لبسنا جزمة وبنطلون وفانشو. بصوا كل الناس عمالة تستعد برضو علشان خارجين في مطرة جامدة شوية، فلبسنا كل حاجة تقريبا، لبسنا كل البلاستيك اللي موجود، هما بيدونا كل حاجة. فاحنا هنستعد علشان ايه، داخلين على مطرة جامدة احتمال كبير، فايه لازم نبقى ايه محصنين. حتى الشنط كلها تلاقوها ورا يا جماعه بازايز باكياس بلاستيك وبتاع، عشان مفيش حاجه تتعرض للمطره. فربنا يستر علينا في الطريق بقى. الموضوع اوريدي خطر كده، زاد خطوره عن الخطوره اللي كان فيها اصلا. ربنا يستر.
حرفيا دلوقتي وسط السحاب، السحاب ورايا والله العظيم، احنا جوه سحابه دلوقتي، السحاب ورايا زي ما انتم شايفين كده، وطالعين السحاب، احنا عدينا السحاب يعني بنعديه دلوقتي، انا مش مصدق. منظر رهيب، منظر رهيب يا جماعه بجد. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ وصلنا يا جماعه الهوم ستاي اللي احنا قاعدين فيه. في زي بلياردو تحت كده زي ما انتم شايفين، في كومن اريا فوق هوريها لكم دلوقتي، كومن اريا هنا. ركننا الموتوسيكلات بتاعتنا، خلينا اخدكم كده لفه في المكان. ده يا جماعه المكان اللي احنا قاعدين فيه، يعتبر ده الهوم ستاي يعني اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. هننزل نلعب شويه بلياردو. في ناس هنا زي ما انتم شايفين يا جماعه، البونجا حاجه مشهوره قوي 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 هنا، بيستخدموها على طول فعلا في اي حته. دي زي كده ايه، بتبقى بيور توباكو. المهم يعني ده كان اول يوم يا جماعه لينا في التراك بتاع هاجان او اللوب بتاع هاجان. الصراحه اليوم كان ممتع جدا، شفنا مناظر طبيعيه وهميه بجد يا جماعه، المناظر كانت رهيبه. ده مجرد اول يوم بس، بكره اليوم الطويل، اليوم الاساسي، وثالث يوم برضه هنروح شلالات واماكن رهيبه. خليكم معانا يا جماعه، السلسله دي هتبقى جامده جدا. هنطلق دلوقتي العب شويه بلياردو واوريكم كده شويه هايلايتس، او اوريكم شويه كده احداث من اللي حصلت. لسه متحركين يا جماعه من الهوستل او الهوم ستاي اللي كنا قاعدين فيه، او جيست هاوس او ايا كان. بدأنا اليوم الثاني. المكان اللي احنا وقفنا عنده ده دلوقتي، ده كان بحر زمان من 350 مليون سنة. وصلنا يا جماعة لمكان اسمه تاما باس. Right? What's the name? My name Nguyen. What? Nguyen. تاما باس. Yeah. اوكي. ده المكان يا جماعة اللي اسمه تاما باس. بصوا اللوب نفسه عامل ازاي، شكله مختلف خالص. جزء كبير قوي من الطريق بيبقى بالمنظر ده، بس مش كله، في حتت بتبقى خطر، حتت ما بتبقاش خطر، لكن ده جزء من الطريق. حلو جدا الصراحه. بصوا المنظر بتاعه يا جماعه عامل ازاي، اللوبس نفسها عامله ازاي، او الشكل الحلزوني الغريب اللي احنا شايفينه قدامنا ده وسط الجبل. المنظر رهيب 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 الصراحه.
الطريق بقى مكمل من هنا. احنا حرفيا في نص الجبال دلوقتي. بصوا يا جماعه الجبال اللي حوالينا منظرها عامل ازاي، منظر رهيب الصراحه. شفنا الدرون شوتس خلاص واتبسطنا، يلا بينا على المكان اللي بعده. وقفنا نحط الرين كوتس بتاعتنا عشان الدنيا ممطره. لبسنا كل حاجة وهننطلق. هيا بينا، كله انطلق خلاص. يلا يا شباب. Alright, let's go. Alright, I'm ready. وصلنا يا جماعة للمكان رقم 3 النهاردة، وهي قلعة اسمها كيس هاوس. ده المدخل بتاع القلعة اللي قدامنا ده، ودلوقتي هنطلع نستكشفها مع بعض نشوف ايه اللي جوه. يلا بينا. خلصنا يا جماعه القلعه الغريبه اللي كنا جواها دي. طلعنا بقى، كنت جعان شويه الصراحه، قلت اجيب لي سناك من الست اللي واقفه ورا دي. مش عارف ده ايه الصراحه، خلينا ندوق كده. المفروض ان هي حاجه عامله زي العيش كده تقريبا، وعليها سمسم. المفروض ان هي معسله وعماله تتزحلق. خلينا ندوق. ده المنظر بتاعها من جوه، ما شاء الله ملهاش اي طعم، ومزيته قوي، مزيته يعني. مش عارف ده ايه، بس مش احسن حاجه. خلص دي، يلا بينا على المكان اللي بعده. وصلنا يا جماعه المكان اللي هنتغدى فيه في القريه البسيطه اللي احنا فيها دي. نخش بقى نشوف الاكل اللي عندهم عامل ازاي. نتفرج على الست كده وهي بتطبخ، مش عارف تطبخ لنا ايه. تقريبا ده بيض، تقريبا بيض. بيض. تعمل لنا بيض، وتقريبا هيبقى طبق مجمع كده فيه كل حاجه وبتاع. مش عارف بقى بتحط ايه هناك، زيت تقريبا، زيت. خلينا نخش جوه نشوف كده. واضح ان ده جزء من الطبق بتاعنا. ايوه يا برو. Is that our food? Chicken, right? Tofu. Tofu. Okay. ده توفو يا جماعه. شويه خضار وبتاع وقصه كده. خلينا نطلع فوق. هنطلع فوق كده، الناس عماله تحضر الاكل. نطلع فوق بقى نشوف الدنيا هنا عامله ازاي. Very good. Yeah.
خلصنا اكل يا جماعه، اتحركنا بالموتوسيكلات بتاعتنا ووصلنا وقفنا عند المكان ده. المكان ده ممكن ما يبقاش باين ان هو حاجه مميزه او حاجه، ولكن من هنا نقدر نشوف الحدود بتاعه الصين. المنطقه اللي هناك اللي انتوا شايفينها دي حدود الصين يا جماعه، عند الجبال الكبيره قوي اللي موجوده هناك دي. نقدر من هنا نشوف الحدود بتاعه الصين، كل بقى اللاندسكيب اللي هناك ده، كل دي يا جماعه حدود الصين. نقدر نشوفها واحنا في الطريق للمكان اللي احنا رايحينه بعد كده، ولكن ده بيبقى جزء من التور عامه، ان احنا بنقف هنا ونتفرج على المكان اللي بنقدر نشوف منه الحدود بتاعه الصين. هنقف هنا شويه هنتصور حبه وبعد كده هننطلق للمكان اللي بعده. استعد دلوقتي ان احنا نتحرك للبحيره بقى يا جماعه اللي موجوده تحت دي، او النهر. هو نهر مش بحيره، اللون بتاعه ما بيبقاش كده في الطبيعي، ولكن علشان في مطر الفترة دي فنسبيا اللون اتغير علشان المطرة بتنزل طينة بقى وكل الكلام ده. يلا 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 يلا. وقفنا يا جماعة عند مكان جديد، وهو مكان الناس بتيجي تتصور عنده، مكان خطر جدا جدا. وهو شايفين يا جماعة الصخرة الصغيرة اللي هناك دي، الناس بقى بتقف عند الصخرة دي، بتقف عليها وبتتصور، او بتقعد عليها وبتتصور. دلوقتي عشان نوصل للصخرة بنمشي من ورا المكان ده، بنفضل نهايك، يعني هتلاقوا في ناس مننا وصلوا هناك اوريدي او في الطريق. هنوصل لهناك والمفروض بقى ان احنا هنتصور عند المكان ده. خليني اخدكم معايا في الطريق. الصراحة يا جماعة الدنيا حوالينا المنظر رهيب رهيب رهيب. بس يا جماعة نخش من المكان الصغير ده بقى الجبال الرهيبة دي. هو الطريق اوريدي ممهد، يعني الناس عاملين طريق هنا علشان ايه؟ الناس بتيجي تتصور عند المكان ده على طول وهي بتعمل اللوب بتاع هاجان. بصوا يا جماعه، بصوا سبحان الله سبحان الله، والله العظيم منظر مش طبيعي مش طبيعي بجد. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ لا 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 لا. احنا بصوا يا جماعه احنا ماشيين على الحافه يعتبر، اللي على يمنا ده باي باي كده. احنا نتمشى بقى من هنا. بصوا يا جماعه، بصوا المنظر. لا 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 مش طبيعي والله العظيم مش طبيعي. ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا متخيلين يا جماعه؟ متخيلين ان ده المنظر؟ ايه الهبل ده؟ مش طبيعي والله العظيم. ايه الجمال ده؟ عمري ما كنت اتخيل ان فيتنام بالجمال ده. انا ما شفتش لاندسكيبس زي دي في اي حته في اسيا انا روحتها، وانتوا عارفين ان انا روحت حتت كتير قوي في اسيا وقد ايه انا بحبها وقد ايه قعدت في اسيا كتير، بس عمري ما شفت جمال بالمنظر ده. عمري بجد. دي اول مره اشوف طبيعه ولاندسكيب وخضار بالمنظر يا جماعه اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. ده مش طبيعي. خلينا بقى نروح هناك، الناس وصلت هناك واحنا متاخرين شويه، عايزين نلحق نبص كده على المكان وناخد شويه صور. يلا بينا. صورنا يا جماعة صور جامدة جدا عند المكان ده، ودلوقتي في الطريق علشان نرجع. قاعدين بيصفروا لنا هناك، فهننطلق بقى في الرجوع وهنروح مكان تاني جديد خالص. خليكم معانا يا جماعة، الموضوع رهيب. بنعمل حاجات كتيرة قوي في اليوم، مش ممكن فعلا. المكان ده كان رهيب في التصوير، اللاندسكيب رهيبة مش طبيعية. يلا يا عم يلا. ده حاطط سماعة في ودن وده حاطط سماعة في ودن، صح كده؟ وعايزين يسمعوا مع بعض بقى في الطريق. انا مش فاهم ايه ده. يلا يا جدعان يلا. That's good. Was? That's good. That's good. What are you listening to? What are you listening to? Vietnamese songs? Yeah. Nice. Okay. Let's go on. Look.
Okay đấy. Okay, let's go. Yeah. يلا Go. يلا. Rồi. Eat toy. Eat toy. Alright. Eat toy luôn. Đi thôi. Eat toy. وصلنا يا جماعه لاخر مكان هنزوره النهارده، وهو المكان اللي قدامنا ده. هنركب واحده من المراكب الصغيره اللي موجوده هناك دي، وهناخد زي كروز كده في النهر ده ما بين الجبال. المنظر الصراحه هيبقى خطير. هنطلع دلوقتي على المركب نشوف الدنيا عامله ازاي. دي اخر حاجه هنعملها النهارده، وبعد كده بقى هنروح الهوم ستاي او المكان اللي هنبات فيه النهارده ونتعشى، واوريكم برده الاكسبيرينس النهارده هتكون عامله ازاي. اليوم لحد دلوقتي كان خطير بجد يا جماعه. انا ما شفتش جمال لحد دلوقتي في حياتي بالمنظر اللي انا شفته النهارده ده. منظر رهيب بجد يا جماعه، اجواء مش طبيعيه. انا بجد منبهر. مش متوقع ان شمال فيتنام هيبقى احلى حته اشوف فيها مناظر طبيعيه في جنوب شرق اسيا كلها. الرحله اللي بالمركب دي بتفكرني بنهر شالا في البانيا، ولكن الميه هنا خضرة شويه الصراحه، يعني مختلفه، ولكن يعني لاندسكيب مشابه شويه، ولكن الجبال حتى هنا اعلى بكتير قوي من اللي كانت في نهر شالا في البانيا. لاندسكيبس رهيبه يا جماعه، المنظر تحفه بجد، رهيب 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 يعني. لا مش ممكن، الجمال الطبيعه رهيبه، تحفه 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 يا جماعه بجد. نهر يا جماعه اسمه نوغواي ريفر، موجود في الشمال. Come on man. نهر اسمه نوغواي موجود في شمال فيتنام، رهيب يا جماعه. بيتعمل فيه الرحله البحريه اللي احنا فيها دي. في ناس ساعات في ناس بتنزل تعوم في الميه دي، ولكن الميه مش كلير قوي الفتره دي. المفروض ان احنا اتقلنا او شفنا حتى فيديوهات الميه واضحه اكتر من كده بكتير، ولكن عشان الوقت اللي احنا فيه ده كان فيه امطار، فالمطره خدت من الطينه في الجبال نزلت هنا، فالميه الصراحه مطينه شويه. خلينا نتفرج بقى على المكان ده ونرجع تاني نكمل القصه. خلصنا يا جماعه الجوله بتاعتنا في النهر. الصراحه كان نهر جميل جدا، ده المكان اللي بنركب منه العربيات. خلصنا خلاص الجوله بتاعتنا. النهر ده كان نهر جميل زي النهر بتاع شالا اللي موجود في البانيا. دلوقتي منطلقين للمكان اللي هنقعد فيه النهارده. خليكم معانا بقى نتفرج على جمال الطريق لحد ما نوصل هناك واوريكم المكان اللي هنبات فيه.
وصلنا. Evidence, just evidence. Yeah, that's real evidence. Oh, you put all in there? We don't put in there. Okay. Yeah. Alright. Are you gonna put everything? Everything? No. Don't put Everything? Yeah. Okay. I thought we like put it in and then... I thought we were gonna have like a barbecue, small barbecue. Yeah, that's what I was thinking. Oh man. We're just gonna have like boiled food again. Yeah. For the millionth time. There's like, don't really spice it, there's just green onion. Yeah. Where's David? Tofu. Tofu. Alright, yeah. Only little, only Tofu. little. We don't like tofu. No, I like it. I like it. Put You want all that tofu? Yeah, I'll eat it all. Yeah. Yeah. I'm hungry, man. Dang. Alright, put it all. ريحنا شوية، غيرنا هدومنا، وده العشاء. ده العشاء يا جماعة. حط بقى كل حاجة هنا، مستنيينها تطبخ. النار تحت اهي. ناكل بقى من البطاطس دي. هات يا عم بطاطساية. My friend. صباح الخير يا جماعة في اليوم الثالث لينا في المغامرة الرهيبة دي. دلوقتي احنا منطلقين على حدود الصين، أبعد نقطة موجودة في شمال فيتنام. جماعة وقفنا عند مكان شايفين منه حدود الصين. الصين هناك اهي، شايفين العلم بتاعها، ودي الحدود، ولكن مش دي ابعد نقطة في الشمال اللي هي قريبة من الحدود، ولكن احنا ما ينفعش نعدي النقطة دي كده، خلاص دي اخر نقطة وهنا الحدود حرفيا، وهناك الصين، وسامعين ناس اصلا صينيين من هناك، فعلشان ما يضربش علينا نار او يحصل اي حاجة هنفضل واقفين هنا كده، وبعد كده هنرجع تاني من الجزء ده وهنروح بقى ابعد نقطة في شمال فيتنام. بس الموضوع جامد الصراحة، عجبني قوي ان احنا شايفين الحدود. لو انتوا شايفين الجسر يا جماعة اللي هناك او السور اللي هناك ده الفاصل، ده حرفيا الفاصل، وبعد كده هناك في الجيش الصيني تقريبا على الحدود هناك. مغامرة رهيبة يا جماعة، مغامرة رهيبة. لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل النهاردة، طالعين لسه على الحدود أبعد نقطة في شمال فيتنام، هنتحرك عليها دلوقتي. هيا بنا ننطلق، يلا بينا. شمال فيتنام هي النقطة اللي فوق دي، شايفين البرج ده؟ هو البرج ده اللي هنتسلقه دلوقتي، او هنطلع زي تريل صغير كده عشان نوصل فوق ونتفرج على ابعد نقطة في شمال فيتنام نبقى شايفين منها حدود الصين. هنطلع من السلالم اللي هناك دي، يلا بينا ننطلق. مش سلالم كتير الصراحة، يعني الموضوع مش صعب. بنتسلق حاليا، بقالنا حوالي 5 دقايق، فاضل 5 دقايق ونوصل تقريبا للقمة، ونتفرج على المكان ده، ونتفرج كمان على الصين من فوق. وصلنا يا جماعة للقمة. ده يا جماعة البرج اللي احنا بنطلع نتفرج عليه، ولكن الحاجة التانية اللي بنتفرج عليها من هنا هي الحدود بتاعة الصين. شايفين يا جماعة كل الجبال اللي ورا الجبلين دول، كل الجبال اللي ورا الجبل ده والجبل ده، كل دي الصين. الحدود مش باينه قوي من هنا علشان الجبال نفسها مخبياها، ولكن نقدر نشوف من هنا
الجبال الصينية، وكمان شايفين كمان أظن قرى صينية صغيرة موجودة هناك بكل سهولة. شايفين حدود من هنا، شايفين الصين كلها ورانا. في أبعد نقطة يا جماعة وأعلى نقطة، هي أعلى وأبعد نقطة موجودة في الشمال بتاع فيتنام. المكان يا جماعه بجد يعتبر فيو بوينت رهيبه، او نقطه كده تقدروا تتفرجوا عليها على فيو بانوراما لكل حاجه حرفيا حواليكم. شايفين يا جماعه منظر الجبال اللي هناك ده رهيب، شايفين كل حاجه بجد من فوق. الفيو نفسه 360 درجه، فتقدروا ان انتوا تلفوا حوالين المكان كله وتتفرجوا عليه من جميع النواحي. تقريبا كمان ينفع نطلع البول نفسه، فهنطلع فوق دلوقتي نتفرج عليه ونشوف المنظر بتاعه من القمه. ولكن المنظر يا جماعه رهيب رهيب رهيب. خلينا بقى نخش جوه كده ونشوف هنلاقي ايه فوق. سلم حلزوني جدا، بس المفروض ان هو بياخدنا للقمه يعني. خلينا نبص كده الدنيا عامله ازاي من فوق. السلم ملفلف جامد جدا يا جماعه. يا جماعه المنظر من فوق حته صغيره جدا، بصوا يعني اريا صغيره قوي. السلم اصلا واخد معظمها حرفيا، وبنتفرج بقى على العلم نفسه من فوق. 360 فيو برضو، في كاميرات هنا مش هينفع نطير الدرون، مش هينفع للاسف. ولكن ده يا جماعه الفيو، فيو رهيب. بصوا شايفين فيه معبد هناك، اللي هناك دي حدود الصين، يعني ورا الجبلين اللي موجودين هناك دي دول حدود الصين. حاجه حزينه جدا ان احنا مش هينفع نطير الدرون هنا علشان ممنوع، فمش هينفع يعني، علشان في كاميرات كمان كتير، فمش هينفع حتى نطيرها في الخلاص. ارتفاع البرج يا جماعه اللي احنا عليه ده 33 متر، بس ارتفاع الجبل اصلا اللي احنا عليه بقى، اللي مبني عليه البرج اصلا حوالي 1720 متر، فاحنا توتال كده تقريبا 1800 متر عن ارتفاع سطح البحر. طبعا زي ما احنا شايفين يعني نقدر نلاحظ ان هو فعلا عالي. احنا يعني تقريبا نفس الطول بتاع الجبال اللي موجوده حوالينا دي كلها، ففعلا البوينت دي اللي احنا فيها دي عاليه جدا جدا جدا. عشان كده نقدر نشوف من هنا حدود الصين، نقدر نشوف من هنا حرفيا 360 فيو لكل حاجه حوالينا، 360 درجه بانوراما رهيبه رهيبه يا جماعه. بجد المنظر من فوق هنا تحفه. كده يا جماعه نكون خلصنا اول مكان هنزوره النهارده، وهو البرج اللي ورايا ده. بجد مكان لذيذ جدا. يلا بينا بقى ننطلق ونتحرك على المكان اللي بعده. وصلنا يا جماعه مكان، واحنا في الطريق نزلنا عنده قبل ما نروح نتغدى، اسمه سطح القمر. وده لان المكان، بصوا يا جماعه الارض نفسها هنا عامله ازاي، منظر مختلف خالص. المنظر تحفه الصراحه، مش طبيعي مش طبيعي بجد، تحفه. احجار يا جماعه جيريه، المنظر بتاعها بقى بالشكل ده عبر ملايين السنين. كل يا جماعه الجبال اللي موجوده حوالينا هنا في شمال فيتنام بالمنظر الرهيب ده، ولكن الحته دي فيها الصخور بالشكل الرهيب اللي احنا شايفينه قدامنا ده. بعد ما استكشفنا سطح القمر هننطلق نروح نتغدى، وبعد كده هنروح المكان اللي بعده. خليكم معانا، يلا بينا.
نزلنا يا جماعه، عمنا في الشلال ده رهيب، الميه تحفه بجد هنا. يمكن مش باين قوي ان الشلال نفسه شكله حلو، ولكن الميه منعشه قوي بعد يوم حر سواقه موتوسيكل طول النهار. الموضوع فعلا كان صعب. دلوقتي خلصنا الشلال، عمنا شويه، هنطلع فوق وننطلق. ايتاي هنطلع فوق ننطلق ونروح بقى ناخد باقي الطريق، اخر جزء من الطريق، ونروح على الهوستل. اخيرا وصلنا يا صاحبي، وصلنا. الحمد لله. We arrived. Yes. Good. Very good. وصلنا اخيرا يا جماعه، الحمد لله. نريح شويه بقى وبعد كده اجي اقول لكم كل حاجه عن 3 ايام اللي انا قضيتهم في الحوار ده. من امتع الحاجات فعلا اللي عملتها في فيتنام كلها، ويمكن من اجمل المغامرات اللي عملتها في الجزء بتاع جنوب شرق اسيا. حلو في الموضوع ان انتوا بتقعدوا 3-4 ايام مع نفس الناس، مسافرين معاهم بالموتوسيكلات، وبتناموا كلكم مع بعض في نفس الاماكن، وبتاكلوا مع بعض، تخرجوا مع بعض، وبتعملوا كل حاجه سوا. كونوا صداقات مع ناس من حوالين العالم كله، وبتتفرجوا على مناظر وهميه خلال الرحله اللي بتعيشوها. من اجمل التجارب اللي عشتها في حياتي، وفعلا ارشحها لاي حد يقدر ان هو يبذل المجهود البدني ده، ان هو يستحمل الفرهده بتاعه الايام دي. ولو فيتنام عجبتكم بقى وعايزين تتفرجوا على اول يوم ليا اصلا في فيتنام، تقدروا تشوفوا الفيديو من هنا.